عربية حواوشي متخصصة بس في الحواوشي البلدي، والعربية اسمها حواوشي لافا، وهي موجودة في الممر اللي جنب مدرسة هليوبلس. والعربية بتاعت اتنين اخوات وهما تقريبا بيعملوا كل حاجة بنفسهم، والاسعار عندهم حلوة قوي وبتبتدي من اول 40 جنيه، وكل حاجة بتتعمل على الجريل قدامك، وبيسيحوا كده اللية وبينزلوا عليها بالرغيف الحواوشي اللي بيكون موزون، وبيديله كده تقليبة علشان يتحمص على الوشين، ويبدأ يقلب اللحمة جوه الرغيف كده علشان تستوي كويس وتكون كلها نفس التسوية. وبعدها بقى انت وخيالك، شوف انت بتحب تحط ايه على الحواوشي. وهو بصراحة عنده اوبشنز كتيرة قوي، من اول البسطرمة والتركي واكيد الموتزاريلا والجبنة الكيري وصوص التيستي، وحتى كمان الجبنة الرومي. وعنده برضو حواوشي بالسجق، وهو بصراحة بيستعمل انجريدينتس محترمة قوي. ومن اول ما هتدوق الحواوشي وانت فعلا هتلاحظ ان اللحمة والاضافات اللي مزودينها في التتبيلة ذات نفسها وتسوية الرغيف ان هو معمول بصنعة كده مختلفة عن اي رغيف حواوشي تاني. وكمان انواع الحواوشي الكتير اللي بيعملوها، فانت اكيد هتلاقي واحد منهم على ذوقك. وبرضه هما بيعملوا كفتة كده بتكون محشية شيدر،